مصيبة في الأيام دي من العيار التقيل، فكل واحد يخلي باله من أطفاله من أولاده، وكل واحد يخلي باله على نفسه قبل أي حد. مصيبة فعلا كبيرة. في منصات دلوقتي، منصات كتيرة حاليا بتنصب على الناس وبتاخد منها فلوسها بإرادتهم بعقلهم وفي كامل قواهم العقلية. طبعا 90% من الناس عارف المنصات دي وعارف أسمائها كويس، وفي ناس منصوب عليها وشغالة حاليا على المنصات دي. أنا مش هينفع أقول أسماء المنصات دي، لأن لو قلت أسماء المنصات دي يبقى أنا كده بعمل لها دعاية. ولكن ناس كتير عارفة المنصات دي. المنصات دي بتظهر لك كإعلانات في أي حاجة أنت بتصفح فيها على الإنترنت. واحدة فيها طيارة بتجري كده من فوق وتجري أول ما تفرجع كده على مبلغ عالي يبقى أنت كسبت، لو فرجعت بسرعة يبقى أنت خسرت فلوسك. دي اسمها قمار فعلا. منصة تاني بتراهن على المباريات، أنت تراهن على تحط مبلغ معين 1000 جنيه 50 جنيه 100 جنيه 10000 جنيه وتختار فريق معين مين اللي هيكسب، وعلى طبعا مراهنتك مين اللي كسب هتكسب أو مين اللي خسر هتخسر. وحاجة من الوضع ده في ناس كتير خسرانة مئات الألوف، في ناس عندنا اتحبست، في ناس عندنا جتها جلطة، في ناس بيوتها اتخربت، في حريم اتطلقت. يا جماعة خلوا بالكم، ربنا ميز الإنسان بعقله. يعني إيه أنا أحول لك مثلا 1000 جنيه أخدهم 2000 جنيه، أو أحول مثلا 10000 جنيه يجيلهم 20000 جنيه بالعقل كده؟ ما كانش حد يحتار وما كانش حد يشتغل. ومنصات كتير قبل كده قفلت، ولكن هي بنفس الطريقة ونفس التفكير بترجع تاني، بتضحك على الناس وبتستغلهم بنفس الوضع. ولكن الناس عمرها ما بتتعلم ولا هتتعلم. المنصات دي كل يوم شغالة، وطبعا طول ما موجود الطماع هتلاقي النصاب موجود. فكل واحد ياخد باله من نفسه وياخد باله من أطفاله وياخد باله من أولاده. احنا في ظروف صعبة والناس كلها بتقول يا حفظ غريني اروح انا اتداين واخد قروض واستلف من ده واستلف من ده علشان لما اخسر اعوض خسارتي، بل بالعكس انت بتروح في 60 نيلة اكتر. طب يا اخي عايز فلوس، عايز تكسب فلوس، اشتغل افتح مشروع، اعمل اي حاجة. ولكن دي قمار وانت اصلا مش بتكسب. مهما كسبت لازم هتيجي تتصاد. المنصات دي معروفة وممكن تبحث عن النت تلاقي ناس كتير منصوب عليها. فخلوا بالكم يا جماعة، خلوا بالكم على فلوسكم، على أولادكم، على صحتكم، على مقتنياتكم. مش كل أنا ما نشوف منشور أو نشوف أي كلمة خلاص يبقى كده الدنيا بقت وارد ومش عارف. وما شاء الله بيعرفوا يستغلوك. بمجرد بس ما تكسب لك 200 300 جنيه بتبني أحلامك. أنت بتبني أحلامك، تقول خلاص أنا هشتري وهعمل وأجيب عربية لا اسم الله كان غيرك أشطر. فخلوا بالكم.